السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مها رخا في فيديو جديد في المطبخ لعبتي. انا النهارده ان شاء الله باذن الله، بما ان الباميه مروحه وما بقاش في باميه، الباميه بقت قليله خالص، فانا طلعت النهارده باميه من عندي من دي فريزر اهيت، وهعملها النهارده بطريقه سهله وبسيطه وان شاء الله تعجبكم. هنشوف هنعملها ازاي. هنا معايا قرن فلفل واحد الوان احمر، واحد اخضر، وعليه واحد كمان حراق، قرن فلفل حراق اهو ماشي، وبصلايه واحده مقطعاها ترنشات صغيره كده ماشي. والبهارات معايا معلقه توم بودر ومعلقه شطه وفصين توم وبهارات ومرقه دجاج وملح وفلفل اسمر. نشوف هنعمل ايه. بسم الله. قلنا النهارده احنا هنعملوها بطريقه خفيفه وسهله، فانا مش هقللها. هعمل ايه بقى؟ بسم الله. هنا معايا الصينيه بتاعتي فيها زيت، بسم الله. هنزل فيها الطماطم كده بالشكل ده كده ماشي، وهسيبها تتسبك. معانا الصينيه التانية حاطه فيها معلقتين زبده ماشي. وهعمل ايه بقى؟ هنزل فيها البصل بتاعي اللي انا مقشراه ومقطعاه طرنشات صغيره كده مكعبات اهيت، عشان انا مش عايزه اسبك لها. الجو شتاء والناس بتاكل كتير من السقعه، فما يبقاش مثلا واكلين مثلا باميه متسبكه ومش عارفه ايه، ويجي بعد شويه يجوعوا تاني ياكلوا حاجه تانيه. فيبقى الحاجه خفيفه، الاكله معاهم خفيفه، بحيث لو جاعوا تاني واكلوا او اي حاجه او حاجه ما يبقاش ايه واكلين اكل كتير واكل متسبك، يبقى الاكل خفيف عندهم. هنا معايا البصلايه اهيت انا بعملها اهيت ماشي. هنحط بقى التوابل بتاعتنا عليها. التوابل احنا قلنا ايه هي؟ ملح وبهار ومعلقه بصل بودر ونص معلقه شطه حمراء، وادي مرقه الدجاج بتاعتنا والفلفل الاسمر وفصين الثوم. دول بقى انا هقطعهم تقطيع صغير خالص وهحطهم. انا دقيت الثومه بتاعتي اهي، نزلتها هي كمان ماشي. هحاول بقى ان انا ايه اقلب بقى ايه البهارات بتاعتي في البصله ماشي. لا انا مش هسبك، قلنا انا مش هسبك. اللي انا بعمله ده انا بشوح بس كده البصله، واول ما هتاخد لون ماشي هنزل عليها الفلفل الالوان بتاعي، وبعد كده هاجي منزله عليها مع بعض الطماطم، وهنزل عليها الباميه. والطماطم طبعا احنا قلنا معلقين على العين الثانيه اهي قدامكم اهي، بسبكها لوحدها عشان مش عايزاها تتسبك في قلب البصل. احنا قلنا النهارده الباميه عايزين نعملوها خفيفه ما تبقاش تقيله. بالمعنى هي اتبلت معايا اهي، خدت اللون اللي هو الاصفر ده ماشي اهو، اتبلت خالص معايا اهي. هنزل بقى عليها ايه الفلفل الالوان، ريحتها جميله وهيبقى طعمها احلى ان شاء الله، هتبقى حلوه. ونبصوا مع بعضينا هنا بقى ايه على التسبيكه بتاعتي على الطماطم اهي بتغلي معايا، هي خلاص قربت تتسبك. واول ما التشويحه بتاعتي تخلص هنشوف بقى ايه، هنكب عليها الباميه بتاعتي والطماطم، بس مش عايزه اكتر من كده. هنسيبها بقى لما ايه تتلدن شويه مع بعضيها البصل مع الفلفل كده. هي يا جماعه اهي البصل اتبل معايا خالص مع الفلفل ماشي. وهنا هي الطماطم التسبيكه بتاعتي بصوا بتبقبق اهي خلاص، يعني هي اتسبكت كده خلاص ماشي. هعمل ايه بقى الخطوه دي؟ بسم الله. هنزل بقى ايه الباميه بتاعتي اهي، طبعا انا غسلاها بميه سخنه ومصفياها وحط عليها كربونات وليمون وحطها في الديب فريزر، يعني هي جاهزه طالعه نظيفه، انا غسلاها ومظبطاها. وهقلبها كده واشوحها تشويحه صغيره خالص مع الفلفل والبصل بالمنظر ده يا جماعه. هتبقى خفيفه وحلوه وطعمها هيبقى جميل ومش هتبقى دسمه، يعني مش هتبقى متقللها. احنا كلنا عارفين ان الباميه بيبقى مقللها، ده تقليد باميه، ده واكله باميه، ده الباميه متقلله. لا احنا مش مقليين النهارده، احنا عاملينها ني في ني كده، وهيبقى برده طعمها جميل وان شاء الله هيعجبكم اهو بالمنظر ده كده. وهغطي عليها 3 دقايق او 5 دقايق بالظبط، وهكب عليها الطماطم. هنا يا جماعه بقى كده خلاص هي ايه خدت تشويحه بسيطه هي ماشي. وهنا معايا هي التسبيكه اتبقبقت على الاخر، يعني كل طول ما هي بتطلع البقبقه اللي هي الصغيره دي اعرفي ان الطماطم ميه معاكي كده
خلاص كده نزلت ميتها واتسبكت جامد، وكده هتعمل طعم للطبيخ بتاعك وهتبقى كويسه مش هتبقى وحشه. ماشي. هطفي عليها بسم الله، وهاجي بقى ايه حطاها على ايه الباميه بتاعتي بالمنظر ده، بالمنظر ده كده اهو. معايا بقى هنا ايه، معايا هنا معلقه واحده كزبره على بقدونس، بس مش عايزه اكتر من كده عشان تديها ريحه كده وتديها طعم. وعلى فكره يا جماعه لو انت مثلا عندك الباميه مخزناها وحطها في التلاجة، طبعا لما بتطلعيها بتبقى سمره كده، عشان ما تبقاش سمره معاكي هقول لحضرتك تعملي ايه. وانت بتخزنيها تجيبيها بحالها، اول ما تقمعيها وتخلصيها تحطيها في مصفى او تحطيها في اي حاجه واسعه، بس غالبا لازم تكون مصفى يعني عشان تصفي الميه على طول. وتيجي جايبه معلقه سكر على معلقه كربوناتو على ليمونه وتغليهم في قلب الحله، وتيجي جايه ماسكه الحله مفضياها في قلب المصفى اللي فيها الباميه بتاعتك. اول ما تتصفى تيجي حطها بسرعه في اكياس عشان ما تبربرش وتعمل الماده اللزجه اللي هي فيها دي، وتيجي حطها في الديب فريزر. ساعه ما تطبخيها هتلاقيها خضره زي ما هي السمره ولا اي حاجه. هتغلي بقى وهتطيب وهوريها لكم. كده يا جماعه هي اتسبكت معايا وطابت خالص اهي بالمنظر ده كده، بسم الله ما شاء الله عليها. وشها عامل ازاي احمر وجميل اهوت، والواحده بوحدتها اهي لا اتهرت مني ولا حصل فيها اي حاجه. ماشي ان شاء الله باذن الله تعملوها وتجربوها هتعجبكم. هفضيها بقى في طبق واوريها لكم. كده يا جماعه طبق النهارده الباميه يكون خلص ان شاء الله باذن الله. تعملوه وتجربوه يعجبكم، وتعملوا لي لايك عليه وتدعموني في القناه بتاعتي وتشرفوني فيها. وكانت معكم في المطبخ لعبتي مها رخا. ان شاء الله اللي انا بعمله يعجبكم وتدعموني عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله.